السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا حبايب قلبي؟ اخباركم ايه؟ اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. النهارده بقى بامر الله هنعمل اكله تحفه جدا. زي ما انتم شايفين كده، دي عكاوي. انا مخليها كده سليمه عشان اوريها لكم، بحب برضه اسلقها كده. بس ما شاء الله، زي ما انتم شايفين كده، اللهم بارك، ما شاء الله. اهي بصوا حاجه كده، يعني بصوا ما شاء الله من الاخر يعني. هنعمل طاجن عكاوي يستاهل بقكم. زي ما انتم شايفين كده، اللهم بارك، شايفينها اهي. انا مقربه لكم اهو التليفون، بصوا الكاميرا، بصوا شايفين، اللهم بارك، ما شاء الله. هنحطها سليمه، ولما تخرج بأمر الله هنقطعها مع بعض باذن الله. زي ما انتم شايفين كده، انا هنا غاليه الميه الشوربه اهي. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله، الله اكبر، اللهم صل على النبي، ما شاء الله. كده حطيناها زي ما انتم شايفين كده يا بنات اهي، بأمر الله. مش هنحط ملح خالص عشان هي بتاخد سوا شويه. مش هنحط ملح هنا، هنحط قطايه 3 نوايات البصلايه معانا بس كده، هما دول اللي احنا هنحطهم. وهنحط معلقه سكر عشان برضو التسويه تبقى حلوه، عشان دي زي ما انا بقول لكم ان هي بتاخد سوا. شايفين ما شاء الله، اللهم بارك، ما شاء الله. لما تيجوا يا بنات تجيبوا العكوايه تجيبوها بالطريقه دي، ما تجيبوهاش صغيره، تجيبوها كبيره، عشان بعد كده بعد ما بتبقى بتستوي لو كبيره بتبقى عباره عن عظم بس. هنحط كده معلقه سكر بس، معلقه واحده بس يا بنات، معلقه صغيره، معلقه شاي صغيره بس كده، اللهم بارك. هسيبها بقى تستوي مع نفسها، ونحضر مع بعض الطاجن، ونحضر البصل، ونحضر الحاجات اللي احنا هنحطها مع بعض بأمر الله. ما شاء الله يا بنات، انا سلقتها اهو زي ما انتم شايفين، اللهم بارك، ما شاء الله. شايفين عامله ازاي؟ بسم الله ما شاء الله. كده خلاص هنصفيها من الشوربه، وهقول لكم هنعمل ايه. نحضر بس البصل بتاعنا ونشوف هنعمل ايه. كده انتم شايفين يا حبايبي، انا الشوربه بتاعتها صفيتها منها، ولازم اشوحها كده الاول قبل ما احطها في الطاجن. اقول لكم انا هعمل ايه. نسيت يا بنات برضه اقول لكم حاجه. الكوارع يا بنات، قصدي العكاوي بتتعمل نفس طريقه الكوارع بالظبط في التنظيف بتاعها. يعني تغسليها كويس، ملح وبليمون وبدقيق زي الكوارع بالظبط. لقيت النوايه واحده بس. انتوا شايفين كده يا بنات، اللهم بارك، ما شاء الله. انا مسكتها قطعتها، طبعا هي كده كده بتكون الجزار بيكون فاصلها لي من بعضها، بس مش فاصلها للاخر يعني زي ما شفتوها، ما شاء الله. تتشوح بس شويه، واحط عليها البصل. دي انا مثلا عايزه اوريكم الشوربه، بصوا ما شاء الله الشوربه بتاعتها، اللهم بارك، ما شاء الله. طريقه العكاوي دي يا بنات تحفه جدا. انا حطيت هنا معلقتين سمنه في الحله، زي ما انتم شايفين كده، اللهم بارك، ما شاء الله. بصوا يا بنات، بسم الله ما شاء الله. احنا عاملين كميه بصل كبيره اهي، ده ما شاء الله كيلو بصل. هو الطاجن ده يا جماعه كده ما شاء الله. طاجن العكاوي بالبصل لازم بيكون البصل كده كتير. اللهم بارك، صلوا على النبي يا بنات. ما شاء الله. العكاوي من الاكلات الطواجن اصلا الغاليه جدا بره. يعني لو رحت اي محل كده ما شاء الله، بدون ذكر اسماء يعني، مش عايزه اقول لكم على الاسامي، بسم الله ما شاء الله. يعني العكاوي دي احلى طاجن بيبقى عندهم، واغلى طاجن بيبقى عندهم برضه. فاحنا نعمله في بيتنا زي ما انتم شايفين كده.
نمسكها نجيبها الاول بلدي من عند جزار كويس، نمسكها نغسلها كويس جدا جدا زي ما شفتوها. لما جيت اسلقها ما شاء الله كانت بيضه وكانت تحفه جدا زي ما شفتوها منوره. بعد ما بتتسلق بتحط لها زي ما انت شفتي التشويحه اللي انا شوحتها لها دي في معلقتين سمنه. كوني مجهزه معاكي كيلو بصل كده براحتك بقى، بس احنا بنحب البصل كتير بصراحه. ما شاء الله اللهم بارك زي ما انتم شايفين كده اللهم بارك. بنشوح كده مع بعض. طبعا احنا بنبقى مجهزين الطاجن بتاعنا. بصوا يا بنات، وهنا ملح وفلفل وكزبره ناشفه والبهارات. حط برضو حاجتنا كده اللهم بارك. ولا اروع من كده ولا احلى من كده، مفيش كلام بصراحه. يا دوبك البصل بس يتكرمل، احنا طبعا مش هنسوي البصل قوي يعني، يتكرمل بس معانا ما شاء الله اللهم بارك. صلوا على النبي يا بنات، صلوا على النبي. وهنا برضو هوريكم عشان برضو لو حد عايز يجهز الحاجه. بصوا مقطعه قوطه مكعبات وقرنين فلفل دول انا هحطهم سلام. مش هقطعهم عشان خاطر كنزي مش بتحب الحراق قوي. بس اللهم بارك ما شاء الله. طبعا الشوربه بتاعتها الجميله دي بامر الله برضو هنزودها منها طالما انت غسل الحاجه كويس جدا ومنضفاها. تستخدمي الشوربه بتاعتها زي شوربه الكوارع بالظبط. وطبعا بصل احمر بيبقى حلو في الطاجن جدا زي ما انتم شايفين كده اللهم بارك. صلوا على النبي حبايبي، صلوا على النبي ان شاء الله اللهم بارك. كده معانا ما شاء الله يا بنات زي ما شايفين كده بصل الكرمل اللهم بارك ما شاء الله. كده هنحط القوطه معانا الطماطم اللهم بارك. صلوا على النبي يا بنات. اللهم صل على النبي اللهم بارك. والله يا بنات بذكر الله حقيقي الاكل بيطلع والله العظيم بجد اقسم بالله مسكر جدا. طبعا ونصلي على حبيبنا عليه افضل الصلاه والسلام. ما شاء الله شايفين يا بنات الجمال، مفيش احلى ولا اجمل من كده. شوفوا الطاجن ده بقى بسم الله ما شاء الله بالكميه دي هتجيبوه من بره بكام؟ طبعا احنا كلنا بناكل الحاجات دي من بره، مفيش احلى ولا اسهل من الطريقه دي. بسم الله ما شاء الله زي ما انتم شايفين كده اللهم بارك. كده بنحط شوربه بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. فعلا 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 منظر بيجنن. دوب تاخد غلوه يا بنات مع بعض زي ما انتم شايفين كده اللهم بارك. نكون مجهزين الطاجن الجميل بتاعنا او الطاسه او صينيه او بايركس اللي عندك حطي فيه. اللهم بارك ما شاء الله. مصر تتحدث عن نفسها. شايفين ده اكل مصري يا بنات 100%. بسم الله ما شاء الله ما شاء الله. الملح تحفه وكل حاجه حلوه فيه.
بس كده يا بنات هياخد غلوه معانا، وهنشوف هنحضر الحاجه اللي هنحط فيها، هنشوف الطاجن اللي هيكفي او صينيه او بايركس، اما نشوف بس ايه اللي هيحصل يعني، عشان ما شاء الله الكميه ما شاء الله كبيره. اللهم بارك. زي ما انتم شايفين كده، اللهم بارك يا بنات، اللهم صل على النبي، الله اكبر ما شاء الله، تحفه جدا. كده انا حضرت معايا طاجنين، طاجن اهو طاجن اهو. اشوف بس يعني هو هيكفي ايه ولا يعمل ايه، اما نشوف بس، ربنا يسهل كده اما نشوف الدنيا فيها ايه. ما شاء الله يا بنات بصوا، والله العظيم تحفه. بص اللهم بارك ما شاء الله، تتكلم عن نفسها، هي مش محتاجه كلام يعني. اللهم بارك. شايفين يا بنات المنظر، بصوا ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. حط في الطاجن التاني، بسم الله. صلوا على النبي يا بنات، اللهم بارك. ما شاء الله فعلا. بصوا هي شكلها من قبل ما تخش الفرن بصراحه بتتكلم عن نفسها بصراحه. شايفين يا بنات، شايفين الجمال، اللهم بارك ما شاء الله ما شاء الله فعلا، اللهم بارك. زي ما انتم شايفين كده الجمال ما شاء الله، تحفه. طبعا شويه الصوص الجمال دول مش هنسيبهم استحاله، ما شاء الله اللهم بارك. كده يا بنات زي ما انتم شايفين المنظر الجميل ده اللي بيتكلم عن نفسه. هدخلهم الفرن بامر الله ياخدوا بس، وهي طبعا هي مستويه زي ما انتم شايفين كده ما شاء الله، مفيهاش اي كلام، يا دوبك بس هتشمع تاخد وش وخلاص كده. اللهم بارك زي ما انتم شايفين كده. وهنا انا عملت شويه رز ما شاء الله، طبعا انا عملته، طبعا احنا بنعملنا كذا مره يعني مش محتاج احنا نعمله مع بعض. 10 دقايق والاكل بامر الله يكون جاهز. هشغل الفرن وادخلهم من الفرن، وبعد ما اطلعهم من الفرن يا بنات هوريهم لكم. ما شاء الله اللهم بارك. حبايبي زي ما انتم شايفين كده ما شاء الله، الطاجن طلع، الطاجن التاني، الطاجنين بسم الله ما شاء الله زي ما انتم شايفين كده، اللهم بارك. هو واحد كبير واحد صغير شويه زي ما انتم شايفين، اللهم بارك. منظر تحفه جدا. طبق سلطه بقى، طبق كبير يستاهل بقكم. الرز بقى زي ما انتم شايفين كده بسم الله ما شاء الله، تحفه تحفه. بس يا بنات وهي طريقه طاجن العكاوي اسهل ما يكون زي ما انتم شايفين كده، اللهم بارك ما شاء الله. تعالوا بقى اتفضلوا عندنا. ما شاء الله والسلطه جنبها تحفه. بس يا بنات لايكات كتير، دعموا القناه، الهنا والمنى مع منى، وايه تاني يا ربي، وفعلوا الجرس ودوسوا على كلمه الكل عشان يوصلكوا كل جديد. اللهم بارك. بصوا يا بنات من عكوايه واحده عملنا طاجنين بسم الله ما شاء الله كبير زي كبار زي ما انتم شايفين كده. شوفوا دول يكلفوكوا كام بره. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد ما شاء الله. وحله الرز التحفه دي برده زي ما انتم شايفين كده، اللهم بارك. شوفوا الاكله دي تكلفوا كام بره ما شاء الله. بس يا بنات يا رب الفيديو يكون خفيف عليكم، ما يكونش تقيل. ادعموا لنا القناه ولايكات لايكات كتير كتير كتير، وادعموا القناه واشتركوا فيها عشان تتفاعل،
عشان لسه لحد دلوقتي ما اتفعلتش والله. بس يا بنات مع الف سلامه، فيديو جديد باذن الله مع طاجن العكاوي التحفه ده اللي انتوا شايفينه. لا طاجنين مش طاجن واحد. السلام عليكم يا بنات.